السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تالتة إعدادي. النهاردة هناخد الدرس الثاني، الحملة الفرنسية على مصر. وقبل ما نبدأ في الدرس اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. النهاردة هناخد الحملة الفرنسية على مصر. معروف إنه واكب الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية بدء التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا في أواخر القرن السابع عشر ميلادي، واستمر طوال القرن الثامن عشر ميلادي. وتعد الحملة الفرنسية على مصر والشام جزءا من هذا التنافس. يعني إيه؟ يعني الدولة العثمانية لما ضعفت بدأ ظهور تنافس استعماري عليها. ليه؟ لأنه احنا عارفين إن مصر تعني قلب العالم الإسلامي وليها موقع استراتيجي مهم. وعرفنا إنه في دولتين في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، دولتين كانوا يعني كده قويين جدا، اللي هي فرنسا وإنجلترا. فكان في بينهم تنافس استعماري. والدولة اللي هي بدأت من التنافس الاستعماري أو كانت جزء من التنافس الاستعماري هي إيه؟ هي فرنسا. فقامت فرنسا بالاتجاه إلى مصر. ليه؟ نظرا لضعف الدولة العثمانية وسوء الأحوال السياسية والداخلية في الدولة العثمانية أو في مصر. هناخد الحملة الفرنسية. وجه القنصل الفرنسي في مصر تقارير تفيد بسوء الأوضاع السياسية والداخلية في مصر، يحث فيها حكومة الثورة الفرنسية على إرسال حملة عسكرية على مصر. لذلك أرسلت فرنسا حملتها عام 1798 بقيادة نابليون بونابرت في قنصل فرنسي في مصر، بيوصل أي تقارير في مصر بتحصل بيوصلها لفرنسا. فلما رأى القنصل الفرنسي سوء الأوضاع السياسية والداخلية في مصر، بعت تقارير لفرنسا أو لحكومة الثورة الفرنسية على أن هي ترسل حملة عسكرية على مصر. وبالفعل قامت فرنسا بإرسال حملة عسكرية على مصر عام 1798 بقيادة نابليون بونابرت. طيب تعالوا نشوف أسباب الحملة. أولا، تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها بإنشاء مستعمرة فرنسية، وأيضا قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. طبعا فرنسا فقدت مستعمرة في الهند، فهي كانت عايزة تعوضها. مين اللي أخدها؟ إنجلترا قامت بأخذ مستعمرة من مستعمرات فرنسا في الهند، فحبت فرنسا تعوض فقدان مستعمراتها بإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مين؟ مصر. وتاني حاجة قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند، إن هي عايزة تقطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. يعني إيه؟ يعني مصر القاعدة أو دولة مصر بالتحديد هي طريق للتجارة من أوروبا للهند. ففرنسا عايزة تقطع الطريق ده، تعمل إيه؟ تحتل مصر. يبقى عرفنا أسباب الحملة: تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها بإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر، وقطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. تعال نشوف إعداد الحملة. بيقول لك: أعد نابليون بونابرت حملته، فقام بإعداد الجيوش واصطحب مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون، بما تفسر لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها. يبقى قام نابليون بونابرت بإعداد الجيش واصطحاب مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون بما تفسر لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها، وأيضا إحضار مطبعتين، إحداهما فرنسية والأخرى عربية. هو قام بإحضار مطبعتين، إحداهما فرنسية والأخرى عربية. ليه؟ لطبع المنشورات للأهالي. تعالوا نشوف خط السير الحملة وأحداثها. بيقول لك: أبحرت الحملة سرا من ميناء طولون
بفرنسا، ثم أصدر نابليون وأوامره بأن تتجه الحملة إلى مصر. هم مشوا سرا في ميناء طولون على البحر كده، وفي نص البحر قالوا إيه إحنا لازم نتجه لمصر. طيب هم ليه ما قالوش من الأول؟ هم مش عايزين يعرفوا إنجلترا ولا عايزين يعرفوا الدولة العثمانية أو مصر بمعنى أصح. تمام؟ يبقى أبحرت الحملة سرا من ميناء طولون بفرنسا، ثم أصدر نابليون أوامره بأن تتجه الحملة إلى مصر. دخول الحملة إلى الإسكندرية. وصلت قوات الحملة الفرنسية مدينة الإسكندرية قبل وصول قوات المماليك من القاهرة. مين اللي واجههم؟ أهالي الإسكندرية بزعامة مين؟ حاكمها السيد محمد كريم. طيب إيه اللي حصل؟ استطاعت قوات الحملة الفرنسية الاستيلاء على مدينة الإسكندرية، وأيضا اعتقال حاكم الإسكندرية محمد كريم، وإعدامه رميا بالرصاص عام 1798. يبقى وصلت قوات الحملة الفرنسية إلى مدينة الإسكندرية، هي عدت البحر، عدت البحر المتوسط، وبعد كده وقفت عند الإسكندرية، وبعد كده قبل دخول قوات المماليك هي إيه؟ واجهت أهالي الإسكندرية بزعامة مين؟ بزعامة السيد محمد كريم. وعرفنا النتائج إن استيلاء الحملة الفرنسية على مدينة الإسكندرية، وأيضا اعتقال حاكم الإسكندرية محمد كريم وإعدامه رميا بالرصاص عام 1798. بيقول لك نابليون وزع منشور في مصر بتاريخ 27 يونيو عام 1798 قبل وصول الحملة إلى الشواطئ المصرية. ليه؟ علشان يكسب حبهم، علشان ما يلقاش مقاومة. لازم يعمل كده عشان ما يلقاش مقاومة قدامه ويلقى حب الناس منه. تعالوا نشوف بيقول ايه. يقول فيها: إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد المماليك الظالمين، وإن جميع الناس متساوون عند الله، وإن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلم فقط. دي رسالة كإكساب حب الناس، أو إنه هو ما يشوفش مقاومة قدامه، لكن هو هيعمل غير كده خالص. تمام؟ تعالوا نشوف، خلينا نشوف إيه اللي هيحصل. زحف الحملة إلى القاهرة. واصلت القوات الفرنسية زحفها إلى القاهرة، وفي طريقها التقت بقوات المماليك ودارت بينهم معركة شبرخيت ثم معركة إمبابة. يبقى دارت بينهم معركة شبرخيت ثم معركة إمبابة. تعالوا نشوف معركة شبرخيت. بيقول لك التاريخ 1798 معركة شبرخيت. المكان في البحيرة، والأطراف المماليك والفرنسيين. النتائج طبعا هزيمة المماليك وفرار المماليك جنوبا للدفاع عن القاهرة. المماليك راحوا طاروا أو جريوا للدفاع عن عن القاهرة. تمام؟ فرابطوا عند إمبابة، يعني وقفوا عند إمبابة. يبقى عرفنا معركة شبرخيت يوليو عام 1798، والمكان في البحيرة، الأطراف المماليك والفرنسيين. النتائج هزيمة المماليك وفرار المماليك جنوبا للدفاع عن القاهرة، فوقفوا عند إمبابة. تعالوا نشوفوا معركة إمبابة. معركة إمبابة كانت يوليو عام 1798 بالقرب من القاهرة. تمام؟ الأطراف قلنا المماليك والفرنسيين. النتائج هزيمة المماليك وفرارا كل من مراد بيك أبو الدهب وإبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. يبقى عرفنا النتائج هنا في الشبرخيت هزيمة المماليك وفرار المماليك جنوبا للدفاع عن القاهرة، وأيضا النتائج بتاعت إمبابة هزيمة المماليك وفرارا كل من مراد بيك إلى الصعيد وإبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. تمام؟ بيقولك عندما وصلت الحملة الفرنسية مصر كانت تحت حكم ثنائي مملوكي، مراد بيك أبو الدهب، مراد بيك وإبراهيم بيك. يبقى عرفنا إنه مصر كانت لما وصلت الحملة الفرنسية على مصر كانت تحت حكم ثنائي، كان 2 بيحكموها، مراد بيك وإبراهيم بيك. طيب بيقولك بما تفسر،
هزيمة المماليك أمام قوات الحملة الفرنسية. ليه المماليك انهزموا أمام القوات أو الحملة الفرنسية؟ معروف إن المماليك كانوا بيعتمدوا على الفروسية. يعني الفروسية كانوا بيركبوا الحصان كده وبالسيوف، بينما استخدام الفرنسيون المدافع والمعدات الحديثة. يا عم الحاج احنا بنستخدم مدافع ومعدات حديثة، تمام؟ يبقى اعتماد المماليك على الفروسية بينما استخدام الفرنسيين المدافع والمعدات الحديثة. دخول الحملة الفرنسية إلى القاهرة. بيقولك استطاع نابليون بونابرت دخول القاهرة في يوليو عام 1798 بعد أن أمن العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على الأرواح والأموال. بيقولك منذ أن علمت إنجلترا بخروج الأسطول الفرنسي، دلوقتي إنجلترا عرفت من ميناء طولون، أرسلت أسطولا حربيا يبحث عن الأسطول الفرنسي للقضاء عليه. إزاي تخش مصر واني لا ده لازم نروح وراك ونقضي عليك وأني نستولي على مصر. فوجد معظم سفن الأسطول الفرنسي بقيادة برو في خليج أبي قير، فحاصرها ودارت هناك معركة، تمام؟ وبعد كده يا ولاد دخل نابليون القاهرة وأرسل قواته إلى باقي أجزاء مصر، ولكن أثناء ذلك جاءه خبر وصول الأسطول الإنجليزي لخليج أبي قير، وهناك دارت بينهم معركة. لما الأسطول الإنجليزي عرف أو إنجلترا عرفت إن في أسطول فرنسي دخل مصر، لا أنا لازم نقضي عليه. ما إزاي يخش مصر؟ دي مصر القاعدة، دي مصر قلب العالم الإسلامي، دي مصر طريق تجارة بيننا وبين الهند، إزاي؟ فقامت معركة تسمى معركة أبي قير البحرية في أغسطس عام 1798. يبقى معركة أبي قير البحرية أغسطس عام 1798. معلش غلط لأن في معركة أبي قير البرية هناخدها إن شاء الله فيما بعد. تعالوا نشوف المكان. طبعا معروف خليج أبي قير المكان، وأيضا الأطراف الأسطول الإنجليزي وأسطول الحملة الفرنسية بقيادة وأسطول الحملة الفرنسية أطرافها الأسطول الإنجليزي بقيادة نانسون، وأيضا أسطول الحملة الفرنسية. تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل. النتائج طبعا تحطيم وإغراق الأسطول الفرنسي، حصار الأسطول البريطاني مصر الشمالية، مما أدى إلى القضاء على أمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط. قضى نهائيا على أمل فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، وأيضا حرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها. حرم الحملة إن فرنسا تمد لها إمدادات، وأيضا شعور الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرين داخل مصر. إزاي إحنا محاصرين داخل مصر؟ وأيضا توقف حركة التجارة الخارجية لمصر. وبكده نكون وصلنا لنص الدرس، وإن شاء الله هناخد الجزء الثاني في الحلقة اللي جاية. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.